الإجرامية. مكالمة من عدي محمد سيد في بنش بإدلب مع صحفية في تايلاند في تركيب فبركة إعلامية قد نراها في الأيام القادمة على محطات بعينها. يانسي ايه هلا سجلي عندك. ايه فتحية عبد المجيد الحلاوي. قد ايه العمر؟ اسم امها نهيدة. لا ما بدي اسم امها. المواليد 1995. عفوا 85. اوكي. طيب وين اختطفوها؟ اختطفوها بالتمانعة في أنسي. هي مدرسة يعني أنسي بمعنى مدرسة يعني هي بنت مو مدام يعني. اوكي. بيعتون حد خان شيخون تماما اسمه التمانعة. طبعا وخبر أكيد إنه خطفوها الشبيحة. هلا رحت عند أهلهم وقت معلومات. اسمه الباعة المتانعة؟ الباعة اسمها المتانعة؟ التمانعة بالتاء التمانعة. تمام يعني أهلا صلى يومين. على فكرة هني ما بدي أعطوا الاسم بس رح نقنعنا هون لأن رح تصير مشكلة كبيرة من وراء القصة. لأن تعرف يا المناطق المحافظين هيك بيخافوا من العار ومن القصص تعرفي أنت. تمام إيه بس لازم حدا يحكي من الأهالي يعني خايفين على شو إذا البنت مخطوفة عن شو خايفين؟ لك يا أخي عقول متحجرة. يا إلهي على الغباء عن جد. هلا المهم أقنعنا هون وعطونا المشكلة الإعلام ما رح يهتم إلا إذا حدا من الأهالي حكى، غير هيك الإعلام ما بيغطي. لا هلا إذا نزل خبر بما إنه اقتنعوا معنا فينا كمان نقنعهم إنه يطلعوا على التلفزيون ما عندهم أي مشكلة. الخبر ما بينزل الإعلام إلا إذا كان في شاهد عيان أو حدا يحكي عن القصة، غير هيك ما بينزل الإعلام. يا أنسي ياسمين في شاهد عيان ونخلي أهله يحكوا كمان إذا بدي. طيب يلا دبر لي الأرقام حتى نزل الخبر. طيب يلا 5 دقايق وارجع بحكي معك. الله معك. يلا. طبعا لم يتأخر عدي محمد السيد في تأمين شاهد العيان بل شاهد الأذنين أو الخليوي سميه ما شئت وفق ما طلبته الصحفية. أيوة كيفك أبو أنور؟ أهلين سارين شو أخبارك؟ والله تمام الحمد لله. أبو أنور نحن الاسم ممكن رح يطلع بالجزيرة والعربية. شلون أبو؟ قضية هاي المدرسة رح تطلع على الجزيرة والعربية. تطلع على الجزيرة والعربية نعم. ايه يمكن يحتاجوا شاهد عيان من المنطقة من عندكم. الشاهد عيان نفسه الطفل في رقم هاتف عندهم؟ ايه بندبر لك. ايه دبر لي الرقم مشان نعطيهم الرقم وقول لهم يمكن يحكوا معكم بأي لحظة. لأنه هاي القصة هم حتى قالوا لي ما بنسكت عليها لأنه إذا ما حكينا بالإعلام ما نقدر نحكيها. لازم تنحمى يعني عارفوا انه الاعلام صار له خبر فيها بس كيف يعني بنت الجبل اللي صار له اغتصبوها وكبوها لاهلها يعني وميته. طيب يا ابو طيب اذا كان بدي يحكي بدي يقول لهم لهجه غربيه بيقول لهم هيك؟ ايه ما في مشكله. ما في مشكله يعني؟ لا ما في مشكله. يقول لهم لهجه الساحل ما هي موجوده بمنطقتنا مو لهجه منطقتنا. ايوه يعني هو هن بيتصلوا على الرقم تبعه. هن بيتصلوا ايه؟ رقم ارضي طبعا مو هيك؟ ارضي او موبايل. وإذا كان للباطل شهوده فللحق رجاله. السيد كمال حلاوة عم المدرسة المختطفة فتحية عبد المجيد حلاوة وحالما سمع الاتصالات التي أذعناها بادر إلى إعلان الحقيقة. كان هذا الاتصال يوم الأربعاء من شيء اسبوع يعني من نهار الاربعاء بالتحديد يعني البنت طالعه هي ابن اختها عمره 15 سنه قبل ما يوصلوا على بيت اختهم البيت متطرف صاير بالجهه الشماليه. بيلاقوا لهم سيارتين سياره هونداي بيكاب وسياره تاكسي ما معروفه شو نوعها كحليه.
أخذوا البنت وضربوا الولد غمير، ما غاب عن الوعي، لا أعرف وجوههم ولا أعرف أرقام السيارات. وهودي بدهم يخلقوا فتنة، نحن لا عنا مظاهرات، هودي عم يعملوا هالعمل هذا مشان يرموا الفتنة، ونحن إن شاء الله ما بننجر وراء الفتنة، ولا بننجر وراء الفتنة، وبلدنا إن شاء الله آمن، وإن شاء الله غمامي وزايلي إن شاء الله تعالى. إذا مشاهدينا، هذه المكالمات بين ماكينات الإعلام وعناصر هذه التنظيمات المسلحة جلية. مريع ما نراه على الشاشات من جسر الشغور ومعرة النعمان، مجازر بحق قوى الأمن وجرائم بحق الأهالي ارتكبتها هذه التنظيمات وسرقت الجثث والهويات، ثم تأتي المرحلة الثالثة تنسيقا عن توظيف هذه الفظائع على قنوات التحريض والكذب. والمرحلة الرابعة